مرحبا شباب، شلونكم؟ شو الصحة؟ اليوم وياكم مكان وهو قصر صدام وآثار بابل. تعالوا ويانا وخلينا نشوف الفيديو ونراويكم أماكن حلوة. تعالوا ويانا. تطل مدينة بابل الأثرية على نهر الفرات في العراق، وتقع على بعد 85 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد، وهذه أبرز معالم بابل. مثل ما تشوفون أماكن حلوة، أماكن حلوة. هاي الخضار ما شاء الله، بعد وبعد. هاي مجرد البداية، انتظر النهايات. نطب الحديقة، نطب جولة هنا. خلينا نتمشى شوي، خلينا نتمشى نراويكم الحدايق والأجواء. كلش حلوة كلش حلوة. وذاك القصر هسه نصعد له ونراويكم شنو بيه وتفاصيله، واحكيكم عن بابل وعن آثارها يعني الشغلات اللي بيها. هلا تريد تجيب عائلتك سفرات، طبعا هاي السفرات المدرسية وهاي كلها تجي هنا. شوفوا كليات تجي هنا، سيارات هنا بالجراج وتدخل. تعالوا ويانا ونشوف. هنا عوائل، على اليمنى عوائل ما اقدر اصور. خلنا نروح هنا. هاي الحديقة تجيب غداة وتقعد هنا تفرش، تظل الصبح ما حد يحاتي. اشوف هاي عوائل فارشه وقاعدين مربينات. وهاي تعال منا ابو علي، لا طبعا الحديقه. شوف الترتيب، شوف صدق معتنين بيها يعني. منتجع بابل السياحي قريب على الشاطئ والقصر والآثار. وهسه نروح للمتاهات ونراويكم الأجواء شلون كانت حلوة. تقدر شمك تصور. خلنا نوخر هيك. وين رايح؟ هنا الحكي عمي، هنا الحكي. سد الشوارع وقطع السايدين. هاي شوية صفار هذا الورد الصفار كلش عجبني. تعال خلينا ناخذ نقطة عليه. هاي شوف الوردة. هاي الخروج منها، ومنها الدخول، منها الشارع أو المطب، ومنها القصر، ومنها تطلع على الشط وما شاط. تعال هسه احنا وين نروح؟ نطلع من هنا على القصر، بعدين نروح على المتاهات، بالدور نرجع على الشط أحسن. خليه بالأخير. هكا أبو علي. تعالوا ويانا ونراويكم قصر صدام وشنو داخله وشنو محتواه، ونراويكم اجواء حلوه ترتيباتنا. تعالوا ويانا. حياك ابو علي. شباب اللي يصعد منا، شوفوا منا اللي يصعد منا على التراب يشتعل ابليس القصر كلش عالي والله العظيم، يضحك حسوني. طبعا يشتعل ابليس، اما منا لا والله، منا تفتر هيجي دار مداره. شوف ذاك العلم العراق بخير طابق، بس ما يدرون الحراس. والله اشوف لك بس النخل هنا، متروس نخل، عينكم وشوف النخل. بعد العراق معروف بالنخيل شنو؟ بالنخل. تعالوا ويانا، تعالوا اليوم نراويكم اجواء بابل.
هاي السينما باو. هاي السينما مثلا يطلع لك شلون يطب لها ظلمه ويطلع لك شلون الوحوش ما وحوش، يعني طب لها جوه. ومنها بالشاشه تباوع لاخوك، هاي خاف مثلا ينهبط، خاف يتخربط. وهنا باليارد، وهنا تأجير باسكلات، تأجيرات مال باسكلات من نراقيل مثل ما تشوفون. تعالوا هنا وخلنا نصعد القصر ونراويكم شلون نصعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. شلون شفتوا الاجواء هنا ببابل؟ يعني الاجواء حلوه شلون؟ والله الحمد لله، هو انا اصلا هنا من محافظة بابل والاجواء حلوة، وعندنا الولد هنا خطار علينا من دياله، فجينا هنا شوي حتى نشوف من الاجواء بابل، قصر صدام، الاجواء الاثرية اللي عندنا هنا، المنتجع، الاجواء العوائل، الحمد لله يعني اجواء حلوة، عوائل حلوة هواي يعني تجي هنا، الحمد لله. التسهيلات الطب طبعا مثلا بس صعوبة يعني لازم التاكسيات اللي تجي هنا وسيارتك تجيبها، يعني ما يعني مثل ما تشوفون شويه الطريق بعيد، الطريق بعيد، حتى احنا عانينا من جينا. يلا شباب هسه احنا سوينا اللقاء وكملنا، راح نصعد فوق. ليتس جو 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 جو. حسين لح علي الا من هنا نصعد باع المسافه، يعني هسه لا درج لا هاي، يعني لو وقعت حسين قبل على الموبايل انا مالي دخل. يا بدخت شباب، تخافون من المرتفعات لو لا؟ انا يعني ها نوعا ما، وان ما عندي عادي يعني مثل ما تشوفون. والله دخت ثق بالله، بس يلا عادي نكمل. ما وصيكم رجلي قامت تتباطر، كل ما نصعد تتباطر رجلي، عبالك يعني شلون هيجي واقف. ها حسين شلونها رجلك؟ يلا فلنا كذا ركبت. لك هاي شوف بعدني نفس المكان، لك بعدني نفس المكان. شباب اركض وبعدني نفس المكان، يمكن نوصل ما ندري. تعالوا ويانا. هاي راد لي تنكر مال مي اذا صعدت. على هاي الصعده تنكر مال مي. ضمن اللوز. واخيرا النهايه. صور المتاهات من هناك صارت، والشط على خلفك، وهسه احنا بالقصر. تعالوا ويانا. شوف الشاط مع النخل، صور النخل ما شاء الله. مثل ما قلت لكم النخل ما شاء الله تارس بابل كلها. وهذا القصر مثل ما تشوفون. تعالوا خلينا نطب القصر ونشرح لكم عن القصر ايش بيه ما بيه، ونراويكم للداخله. ما وصيتم هاي الكتابات، هذا كتابه ابو كفشه، وهذا هيجي وهذا هيجي. من وين؟ الحمد لله من عمان انا. على راسه العمان. يعني شلون جيت العراق زياره؟ اي جيت زياره الامام الحسين والابو الفضل عباس. نعم. اهلا وسهلا بكم من عمان للعراق. شلون شفت يعني الزياره؟ شلون شفت الاجواء بالعراق؟ شلونها؟ والله الحمد لله اجواء لا توصف، يعني في اجواء، في برد وغير عن عمان شويه حروره، في هنا اجواء برد وناس ازدحام ما شاء الله، يعني اجواء زين الحمد لله رب العالمين. رحم الله والديك. شلون شفت الاجواء بالعراق يعني؟ يعني الاجواء بالعراق افضل عن عمان انا حسيتها، يعني بسبب احنا برد شيء في الليل وكذا، وناس تروح وتجي، عكس عمان لا. عمان من تجي الساعه 10 بالليل خلاص ما في ناس. يعني شلون شفت الاجواء بالعراق؟ الحمد لله اجواء جميله ما شاء الله، برد، اجواء زياره الامام الحسين اجواء حلوه يعني بالكامل. المعالم المقدسات زرتوهن وجيتوا كل شيء اثار بابل، القصر،
كل شيء يعني كم يوم صار لكم هنا؟ اليوم رابع يوم، على راسي. امتى ترجعون؟ تاريخ 2. الله يسهلكم ان شاء الله. مثل ما تشوفوا الحبايب من جميع الدول، عمان، الاردن، يزورون العراق بلد الحضارات والائمه والافاضل. شباب على ظلمه كل شيء ما اشوف بعد صدى. حسون يابا ما طول ظلمه راح نطلع شباب، راح نطلع برا. تعال منا. هو حتى شوف ايش كاتب، هو انت حتى الورد يعتبر حياه. الله، هاي الناس اديها تصعد لي فوق. صور النقش، الديكور هاي مال قبل 2003. ديكور قبل 2003. تعال هاي الديكور، راوي الديكور. هاي هنا الشموع، هاي قبل كانت ماكو، هسه تطورنا. وهاي هسه قبل كانت بس اضويه جلوبات، هسه ما شاء الله ثريات وانواع. وكان هنا ثريات فشولوهن تعرفون، ما يبقون شغله. هاك شوف هاي الثريا طاقيها، شوف هاي الرسومات، هاي تدل على اثار بابل. هاي بابل الحضاره، هذا الاسد. هاي الثريات طاقيهن، عايفين لك بس الحدايق. شباب تعالوا ويانا وخلنا اشتغل المايك. شباب تعالوا ويانا وخلنا نطلع على الشط ونراوي لكم الشط منه منظر كلش حلو جيد جدا. حسين يعتبرها السالم منه اوقع، شو يصير بيه؟ ابد ما يصير بيه شيء. تعال صور باع الشط. وين رايح؟ باع وين رايح؟ رايح يجي قبال. وذنيتي همين تلال، ما تلال بس تراب، يعني همين تعتبر شلون فشي بس قديم وواقع صاير تراب. طبعا باع الجو مغيم وتريد تنطر. تعالوا ويانا. صور. سلا ننزل من هنا، ما ننزل بعد من هنا على التراب. تعال خشب هاي الخشب عمل هاي خشب، يعني مو مثلا شو اسمه بورق ومسوي النقشه نفس حديثنا، لا خشب ونقشات، يعني جد تعبان عليه هذا النحات. بس عايش ايدك، هذا النحات خوش نحات. منها ظلمه ما تعرف وين تروح. نرجع منها ونروح هيك. هاي منها المصعد ساديه. تعال منها نروح. هاي فشي مختصر، وهسه اراويكم البقيه. هذا المسبح. تعال خل نراويهم المسبح. هذا المسبح شباب مثل ما تشوفون. المسبح درجات تنزل له، ما يدوم، كل شيء ما يدوم. منا خلنا نصعد، لو منا نطب شو تقول؟ اليوم تعبت انا، صاعد نازل. تعال خلينا نشوف هاي شنو هنا. باع الغراب، باع الهاي. شباب مثل ما تشوفون يعني الشيء ظلمه. خلينا نصعد هاي الدرج. تعال خلينا نشوف شنو الوضع. هاي لا احتمال للطابق هاي الثاني. رجعنا يعني نرجع. الو هاي نرجع حبيبي نرجع. اقول لك قبل كنت اصعد من هنا، اصعد للطابق الثالث
بس ساديها بعش دي من ساديها، يعني ما مصيبه، يعني ما تقدر تصعد للطابق الثالث. بعد الطابق الثالث ما شاء الله ايش كبره. هسه طابق جو وطابق ثاني وثالث ورابع احتمال. هاي منها مصعد. رجعنا لنفس المكان، منها ترجع لنفس المكان منين ما جينا. هاي النقشه كلها خشب، نقشاتها كلها خشب ومرتب. وهاي بنيش باع تعال شوف، تعال النخلات باع يعني لحد الان نخلات هذنيك ثلاثه شباب تشوفون ذنيك ثلاثه، ذنيك هذا نخل باع ما شاء الله. يعني الحضاره العراقيه معروفه بالنخل بعد، يعني وين ما تروح نخل. بابل، البصره وغيرها كلها نخل بنخل. تعالوا وياي. نفس ما قلت لكم النقشات الفوق كلها خشب، عباره عن خشب. ودنيك المتاهات هسه احنا القصر باعتبار خلصناه شباب. هسه احنا قصر صدام والساحه خلصناها، راح نروح للمتاهات نراويكم المتاهات. تحياتنا، لا تنسون اللايك قبل المتاهات. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna be shopping. It's my life. I need money. Yeah. دخل مدينة بابل الأثرية على نهر الفرات في العراق، وتقع على بعد 85 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد، وهذه أبرز معالم بابل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون شفت الاجواء يعني هنا ببابل الحلوه شلون؟ والله الأجواء حلوة، يعني كتراث وكتاريخ العراق كلش حلوة. نشوف يعني انت نزلنا هناك شفنا الجناين والمتاهة كلش حلوة. يعني حلوه، اثار تعتبر يعني قديمه اي لا اكو رمز البابل تعتبر. اي طبعا واكو مثلا كتابات، اكو من دخلنا يعني يدليك، اكو شو اسمه مرشدين سياحيين يرشدونك يقولوا لك هيك امور هيك، يعني جو كلش حلو والله. وانصح يعني من جيت همين عانيت بصعوبه مثلا لو والله داخل الحله ماكو. داخل نعم. بابل محافظه بابل ماكو معاناه، لكن نعم. احنا جينا من بغداد شويه تعرف، بس هناك دياله لا كلش يعني يعني جيت ضليت بالطريق من جيت كلفك يعني الطريق من بغداد اللي هنا؟ نعم 3 ساعات يعني. الازدحامات انت تعرف بغداد عاصمه، فازدحامات بغداد. اهلا وسهلا بك. اهلا بك حبيبي، اشكرك ممنون اشكرك. شباب مثل ما تشوفون الاجواء حلوه واراء المواطنين. تعالوا ويانا نراويكم المتاهات. السلام عليكم متابعيني ومشاهديني الاحباء، مثل ما تشوفون ويانا الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من وين جيتك؟ انا من دهوك موصل. على راس اهل دهوك. شلون شفت الاجواء هنا ببابل؟ حلوه اجواءها شلون يعني؟ حلوه بابل بهلها اولا. نعم. ثانيا مدينه جميله، وما ننسى انه هي مدينه قديمه جدا فتساعد على جلب السياح ايضا. يعني انا اللي جابني صراحه المكان الحلو، الاثار الموجوده وناسها الطيبه اكيد. حبيبي الله يسلمك. زين يعني ما عاني صعوبه؟ لا طريق اكيد متعب، اي سفر بري يعني يكون طبيعي متعب، سواء هنا بداخل العراق او خارج العراق طبيعي يعني جدا، لكن واحد من يشوف هاي المناظر الحلوه هاي الوجوه الطيبه طبعا يرتاح اكيد. يعني جيت يعني على مود شوي تغير جو. اكيد يعني خاصه واحد من يكون عنده وقت فراغ شويه اكيد يحب يشوف وجوه جديده، مجتمعات اخرى، يتعرف على ثقافتهم اكثر واكثر. نعم شباب هسه احنا من الساعه صعدنا تعبنا، هسه راح ننزل هيك طياره ركض من ساعه اركض بنفس المكان. سلام شوف طرت
يابا كمشت في النخله. ايوه علي، لا تركب ترى تدعبل. شوف هذا كاتب حرف ام وحرف اف شباب، بعد شنو حرف زيت وحرف ار. شباب انتوا موجود حرفكم هنا لا اف وار وام وزيت وقلب حب واي. تعال هذا شوفوا حرف اس بعد وياه حرف اس. الموجود حرفه هنا خلي يكتب لي بالتعاليق. الموجود حرفه هنا حرف اي بعد تردون. ها تجي هنا تكتب احرف وتروح وتظل تجيها ورا سنه ما يجوز تختفي. احتمال تختفي لان تتغير الشجره تكبر، بس ما اتوقع يعني تختفي لان هي راح تنحفر بالهذا. تعالوا يلا اراويكم المتاهات. مثل ما تشوفون هاي الاجواء حلوه والشباب من جميع الاماكن. مثل ما تشوفون بابل وهي الحضاره يعني من الملك النمرود كان اعلى قصر هنا، بس الله سبحانه وتعالى قلبها بيهم. يعني هسه لو تروحون لغاده القاع مقلوب بيهم. بابل يعني تعتبر بابل اله يعني هي قبل تعتبر بابل اله يسموها بابل. فمثل ما تشوفون شباب تعالوا يلا نشوف اطلاعات بعد من نزولي. ونراويكم الاسد، اسد بابل والمتاهه، ونراويكم الحفره اللي الله سبحانه وتعالى قلفها بيهم لان قبل كان النمرود وغيره وكذا. مو النمرود وبعد وياه كانوا يحكمون بابل ازيد من حاكم. مثل ما تشوفون شباب ازيد من محافظه، ازيد من يعني جايين من اربيل من الهوق من بغداد من جميع المحافظات من جميع الاماكن سياحه الى بابل لانها تراث حلو. تعالوا يلا راح نطب منها حسون منها راح نطب. شباب مثل ما تشوفون راح نطب للمتاهه نطلع من هناك. احتمال هناك الاسد اسد بابل ونطب هيك علي من المتاهه. تعالي انا وراويكم. شوف تعالوا نشوف الطابوقه. تعالوا اراويكم الطابوق مالتها القديم يعني مو نفس الطابوق. شوفوا طابوق قديم يعني طابوق قديم. والله مكتوب عليه؟ لا مو مكتوب عليه. شوفوا هاي كلها آثار واقعة متكومة يعني. شوفوا هاي كلها آثار ومتاهات هنا للأخير. منا كم اكو ومنا المتاهات، بس هاي منا قوية يعني. أما هاي قديمة أقدم من هاي الاعتبار واقع. زين شو تقول لو ناخذ الطابوق هذا ونبيعه؟ نبني بيه بيت. شوف شلون باع شلون ذاك القصر قصر صدام. شوف اذا طب من هنا ما تعرف من وين تطلع. تعال نطب من هناك من الاسد احسن. شو تقول لو منا نطب؟ تعال شباب خلينا نطب من هناك. هاي المتاهات شباب المتاهة. ليش سووا المتاهات؟ اسألكم سؤال، المتاهات ليش سووها؟ شوف ليش سووا المتاهات؟ سووا المتاهات يعني انا حسب ما معلومة عندي او شيء هاي المتاهة سووها
حتى العدو من يجي مثلا من يطب بيها يتيه، يعني تتيح عليه بعد ما يعرف منين يطلع. تمام؟ يعني حتى العدو من يطب بيها بعد ما يطلع حسب ما اعرف. شوف بناء عالي، شوف بناء عالي وحجر طابوق قديم مثل ما تشوف شباب. منين تطلع؟ طبعا اكل المسرح البابلي دي غاد عنا شويه، تطلع عن المتاهات. شوف هاي هذا وين رايح، هذا هسه منه بعد ما يطلع والله. شوف هاي من هنا تطلع عبالك يعني قبور طاب المقبره وطاب لها. شوف يعني حاليا احنا شوف هذا الجو منا هاي خالين فتحه، راح نسوي ما ادري يقبلون نصعد. شوف ذيك وين صاعده، نزلي يا معودة اللي توقعين والله العظيم. هاي العراقية ما تسويها بس الأجنبية لا. نزلي عمو نزلي. طبعا عوائل مثل ما تشوفون شباب. شلون نصعد هاي؟ أمير نصعد. وين شو اسوي؟ وين اقدر اسوي؟ زين تعال راح اصعد من هنا واصور لهم المتاهه. شباب راح نصعد على هاي الطابوق. تعال خلينا نصعد على هاي الطابوق. اوبا اصعد. طيب يدك. الله متوقع يا معود. السلام عليكم. How are you? Where are you from? Namsa? Welcome to Iraq. Thank you very much. من النمسا شباب. شباب راح نصعد هنا ونخلي شباب. هاي المتاهة هاي كلها من هنا لهنا متاهة، من هنا لهنا متاهة. هاي هيك متاهة، من هنا متاهة، من هنا كمل المتاهة، من ذيك الجهة من المتاهة، ومن هنا متاهة. شوف راح نلعب هاي ما سبوي. هاي لما تقمز. شوفوا شباب راح اقمز. ترى شبخة. اقمز بس هاي بعيدة. هاي اللي تجيب لهم هاي الباركور ما ادري والله. هاي شبخة، هاي بيها مجال. خلينا نصور هذا الجاهل. حبيبي بعد روحي. المتاهة مخصصة لتوهيم العدو، وعند دخولها يتوهم الداخل بها بأنه سيصل بنهاية الطريق إلى قصر الملك نبوخذ نصر، ولكن أما أن يدخلها الداخل حتى يجد نفسه وسط زحمة من الجدران وطرق ملتوية لا يعرف بدايتها من نهايتها ومن أين دخل. هذه هي المتاهة. يعني العدو من يدخل بعد يتيه، يعني قبل خطط، هاي خطط حربية
يعني مثل ما تشوفون راوناكم شلون ملتويه، يعني يطب العدو احتمال يلقاها مسدوده، يعني يطب فرع يلقاه مسدود. بعد هاي هو اعتبره اقرا عليه السلام سلم لي. يعني شلون الكهف هسه ذاك، شلون الكهف ذاك، شلون الكهف يعني طب جواه هسه على غفله يوقع. شوف هاي واقع هاي واقع هيك منا واقع هيك بصفها. تعالوا منا وخلنا نشوف الوضعيه. منا راح نصعد على هاي وعلى هاي وعلى هاي، الله اللي يستر. لا الحمد لله بخير بخير. شوف من كثر ما يحفرون با، كثر ما خلى رجله هنا با صايره Where are you from? What? إيران؟ العراق العراق؟ سليمانية. سليمانية على راسه السليمانية. دوشكا. صار راح انزل وهي تصفى. تعال واخيرا لقيت مكان بنص الصحراء وطالع ورد. شوفوا الورد، هاي هدية من عندي للمتابعين، فضل يا احلى عالم. والله شباب اليوم راح نروح هسه، خلصنا من قصر صدام وخلصنا من الاثار المتاهات، راح نروح الاسد بابل. وهذا الاسد يدل على الحضارة بابل، صار له سنين هذا الاسد. تعالوا ويانا وخلنا نراويكم تفاصيل اسد بابل. وهو تمثال على شكل اسد ويقف على شخص، وطوله مترين، وعلى منصة طولها تقريبا متر وربع على ما اعتقد يعني. وجدوه الباحثون مثل ما تشوفون. تعالوا هاي اسد بابل، يعتقد بانه وجد في المتحف الملكي في القصر الشمالي للملك نبوخذ نصر الثاني، وقد عثر عليه مجموعة من القرويين المحليين في عام 1776 في بقايا القصر الشمالي. هاي كلها تدل على اسد بابل. وحاكم بابل الاثريه ويعد حمورابي دي غاد بعيد شويه ما نقدر نروح له. حمورابي هو حكم. شباب لهنا وانتهى الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك. تحياتنا وانتظرونا فيديوهات وفلوقات ومغامرات حلوه. باي باي.